مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم جيتكم حلقه جديده، وهاي الحلقه هواي طلبوها من عندي، قالوا لي حسين نزل لي المقاطع بالغابه اللي جيت بيها، فانا راح انزل لكم المقاطع كلها. اللي تعرفون مثل ما تعرفون البوليس طوني الموبايل مالتي بعد عناء طويل، يعني ظل عند البوليس تقريبا سنه كامله، الا قبل كم يوم نشرته رجعوا لي اياه. فتقريبا قدرت احصل مقاطع من عنده، هو يعني شلون البطاريه مالته تلفت، بس قدرت اخذ المقاطع من عنده. المقاطع بالغابه اللي جيت بيه، المستنقعات، كل المقاطع، بس شاهد على خير راح انزلهن بهذا. والسبب اخذوا من عند الجهاز انت اكو قسم دخلوا من جماعه بيلاروسيا على المانيا، ياخذون الاجهزه مالتهم تبقعتهم، شلون مثل ما نقول تحقيق او شيء، يشوفون ايش بيه الجهاز، يخافون هنا. هي مجرد اجراءات امنيه لا اكثر ولا اقل، ويرجعوا لك اياه. انا دزيت لهم بوست، قلت لهم اريد الموبايل مالتكم، فهم دزوا لي اياه على السكن مالتي. فما هنا الشغله حلوه هنا بالمانيا، ما يضيع لك شيء. اذا يم الدوله ابد نهائيا سنت ما يضيع لك، او شغله عند الدوله ما تضيع لك نهائيا. هذا الشيء الحلو اللي هنا موجود. مثل ما تعرفون انا طلعت يعني هيك وقت انا يوم 10/10 دخلت المانيا، كان الجو همات هيك بارده، وجو ثلج حيل. يعني اصعب شيء واجهتنا هي كان الجو بارد. هاي واجهتنا هناك بالطريق، وكنا عددنا احنا 16 تعرفون، وما وصلنا بس 3، الله سهل لنا. وحبايبي شوف هذا المقطع كان عددنا 16 نفر احنا، قدرنا نوصل بس 3، والبقيه قدرت تكمشهم البوليس. لان احنا افترقنا، هم راحوا بجهه واحنا رحنا بجهه. احنا شخص طلعنا وياه يختلف عنهم، الشخص طلعوا وياه. هذا المقطع كنا هنا 15 شخص. هذا الولد هنا احمد فنلندا، وهذا اخوه بصفه، وهاي البقيه مجموعه يمنيين وسوريين. هاي بالغابه هنا كنت لابس كمامه، ما اعرف شنو الكمامه لابسها، فكان يعني من الخوف ما تعرف شنو تصرفاتك تسويها. يعني الطريق كله كنت انا لابس ماسكه، لما دخلت المانيا هي الماسكه عندي. هاي شوف هنا أنا نستراح، يعني كل مثل كيلو ونمشي او كيلوين، اللي تعرفون المستنقعات وصعب المستنقعات، نقعد نرتاح، ناكل لقمه، نشرب لنا ميه، ونكمل الطريق. هنا أنا هسه هذا المقطع اللي نخلي لكم اياه، ها مثل ما تشوفون جاي يرتبون الولد بغراضهم وهالشي. واي شخص يفكر يطلع عن هذا الطريق، هذا المقطع انا نشرته، الهدف من عنده انت تشوف الطريق، تشوف الصعوبات اللي بالطريق اللي انا واجهتها، لان هو يطلبوا من عندي قالوا لي نزل المقاطع، فانا على طلبكم راح انزل المقاطع كلها. واصعب شيء كان هي البرد، لان مثل ما تعرفون هيك وقت بارده ومطر والثلج، يعني بروده ما تتحمل، يعني حيل قويه البروده، وغابات، يعني يصير الغابه جوها بارد حيل. والشغله الثانيه اللي واجهناها هي الصعبه، هي مستنقعات، كانت مستنقعات مائيه مسافه طويله. مثل ما تشوفون هذا المقطع هو بالمستنقعات، جاي نعبر شخص ورا شخص. وهذا القائد مالتنا البطل محمد فنلندا، هسه هو حاليا هو واخوه فنلندا، راحوا على فنلندا لان هناك اخوهم الثالث في فنلندا مقيم. فمثل ما تشوفون هيك هاي مستنقعات مائيه، يعني انت تخيل جو بارد وشتاء وانت جاي تمشي بالمي، شو يصير بيك؟ لازم اي شخص يفكر يطلع بهذا الطريق لازم يحسب الف حساب، من ناحيه الملابس، من ناحيه الاكل، يكون الاكل يقول راح يكفيني الاكثر، يعني احتمال يظل 20 يوم بالغابه ياخذ اكل حسابه مات 20 يوم. والملابس اهم شيء يكون ملابس يعني قمصله، يعني دفيك. وهسه هواي موادم بيلاروسيا جاي تراسلني وتقول لي حسين احنا هسه خاطئ، اغلبهم عوائل، وما جاي يحصلون الشخص اللي يطلعهم، لان بسبب العائله هنا شويه صعب يطلعوهم، لان العائله تحتاج لها شخص يقودهم وياهم، مثل ما تعرفون اطفال ونساء، فصعبه. والطريق يعني صعب هو هذا، مثل ما شفتوا بالمقاطع الفيديو اللي انا جاي انشر بيهم. شباب بس شوفوا كميه التعب والطريق اللي جينا بيه. شوف هذا المقطع كانت مستنقعات نمشي بيها، والمي تعبان حيل. هاي شوف هذا خطيط طمسة الحذاء مالته هنا، لان كانت نلبس احنا بسطال. شنو البسطال؟ كل ما ندوس البسطال يطب نص متر بالقاع وترجع الطالعة. فهذا المقطع كامل للمستنقعات، شوفوا كملوا على خير هذا الفيديو.
كان الوضع حيل يعني متعب الطريق والله. واللي يفكر لازم يحسب 1000 حساب قبل لا يجي، وهذا الطريق خاف أي عائلة تفكر تطلع لازم نشوف هذا المقطع قبل لا تطلع، لأن الطريق مو هين. هو مو مستحيل لكن مو هين، يعني بيه صعوبات، بس هواي أعرف عالم وصلت وعوائل هواي وصلت، وأعرف حتى معاقين يعني هو معوق وقدر يوصل، الله سهل له ما أعرف شلون قدر يوصل. وأعرف مرة حاملها ما قدرت توصل ويانا. بس حبايب شوفوا هاي هنا قمنا نعبر شخص بهاي المي. هاي شلون عبارة عن شلون نقول شاط صغيروني. هاي شوف خطية الشباب تعبانين ومنهكين من التعب. بطل هذا وانطبطب بنص المي. خوف كان هناك خوف، الهدف لازم يوصل فلازم يجازف شباب ما اسولفكم بعد معاناة دامت لمدة يومين اعتقد او 3 ايام هيك شيء. اليوم الثالث قدرنا نحصل السيارة وطلعنا. ظلينا هناك بنقطة التحميل لمدة تقريبا بنقطة التحميل ظلنا 4 ساعات 5 ساعات، وهم ترينا نركمش هناك بنقطة التحميل. هم كنت نايم واصدقائي نايمين، بس شخص واحد صاحبينا نايم ما حس لنا رجال بولندي اجى قعدني. رجال كبير عباله احنا ميتين او شيء، تعرف نايمين ومشغولين بالغابة. فصاحبه اول ما شافه عباله بوليس راسا قام قعد قال احسن شوف هذا. انا ما شفتكم بس شفته راسا شردت قلت خلنا لا يخبر البوليس علي فعفته وشردت والله. ظليت نايمين بحقل حقل مالتك اذره. هذا الحقل ظلينا نايمين به تقريبا 4 ساعات، والخوف وهذا صاحبك الساحل علي حسين راح نكمش بسببك لان انت نمت بالطريق الغلط، لان نمت على يعني على الاوبان خطا يمشون بيه سيارات، بس شلون غابه صغيره كنت نايم بيها. ما نعرف هذا المكان يجي بوادي ما يجي، فمن سوء حظنا جت بوادي وشافونا. والله رحنا ركض على حقل مالت الادرة ظلينا نايمين بيه 4 ساعات. اخر شيء خابرنا هذا طلعنا الشخص طلعنا قلنا له احنا جوعانين وصلنا يومين ما ماكلين، نريد معدك تجيب لنا اكل والسائق لازم يجي لان بعد ما نتحمل ومكان احنا خطر راح ننزل بيه. والله ما قصر وجزاه الله خير. جاب لنا سيارة رجال هم كان بولندي رجال، صعدنا بالسيارة طانا اكل قال كلو وانطلق على المانيا وظلينا نمشي. هذا المقطع شوفوا هاي كانت هنا بالسيارة. السيارة منتهجها صار دين الليل. هاي الجسر مالت العاصمة اورسو ما اعرف اسمها، هي هاي بالعاصمة بدلنا سيارة ذبانا على الحدود بين المانيا وبولندا. بولندا المانيا نفس الشيء. فهناك نزلنا بعد يعني 500 متر 700 متر قال يلا روحوا. قلنا له احنا هسه مو بالمانيا. خابرنا الشخص طلعنا قلنا له هذا هيك وهيك يقول لازم تنزلون هنا. فحاكانا قال لازم تنزلون هنا. قلنا له ليش ننزل هنا؟ وكان هو بولندي بس شويه عقله واقف لان كان ياخذ بالسياره وياخذ مخدرات، لان ذولا ما يقدرون يشتغلون اذا ما ياخذون شغلات، لان هذا لازمه يعني عاقبوه عقاب قوي لان يعتبروهم ذولا تجار. فالله سهل لنا خابرنا الشخص قال نزلوا هنا وكملوا مشي، لان هذا من هنا الطريق من جهه بولندا على المانيا هذا طريق سهل. والله احنا هم اخذنا غلطنا نزلنا هو راح مشى. ظلنا ندق مشي 700 متر هيجي لقينا سياج، بس السياج بسيط يعني شلون اقول لكم نفس هذا السياج. اذا تشوفون هذا السياج الصغيروني نفسه تقريبا. فرسنا انطفرنا ورحنا وين على المانيا. وصلنا هناك المانيا تعبانين منهكين، فقدرنا الله سهل لنا وظلنا نمشي تقريبا ب5 كيلوات ما حد كمشنا من البوليس. فكنا احنا ما نعرف وين نروح، ما نعرف برلين او غير، فحيا الله. فالله الحمد لله والشكر ذبونا مقاطعة مكلنبورغ، لزمونا بوليس وخذونا هاي المقاطعة مكلنبورغ. ظلينا بالكم ومن كم وراها على الهاي ومشت الامور طبيعية. الشباب طلب اخير اريدكم تشتركون بالقناة وتضيفوني وهذا اليوزر هنا مالت راح يطلع لكم مالت التيك توك والانستغرام نفس الشيء تضيفونه. واذا عندكم اسئلة بخصوص اي شيء دراسة او شيء تقدرون تراسلوني، انا ان شاء الله ما اقصر وياكم واجاوب على الرسائل كلها. مثل ما تعرفون انا كلفنا الطريق تقريبا 70 ورقة من بين هذا طلعنا الطيته ومن بين الشركة اللي جت بيها طيران من
بغداد على دبي، ومن دبي على بيلاروسيا، ودور كملت كلها كفني ب7 مواقع. انا ظليت بمنسك تقريبا 10 ايام تاني صاحبي. فهمات لازم تخلي بجيبك فلوس حتى تحتاج، لان لازم تصرف، لازم تاخذ ملابس، لازم تاخذ اكل، لازم تاخذ سيم كارت. وكان السيم كارت الواحده ب$50، لازم تاخذ سيم كارتات 2 احتياط، لا سمح الله اذا هذا وقف يشتغل هذا. ولو انا اخذت السيم كارت وما فادني السيم كارت، لان كان الغابه كلها ما بيها نت. خلف الله على شخص يمني، هذا الشخص اليمني كان جايب وياه خط تركي نسيت ايش يسمونه، هذا خط التركي دولي في بينت، هو هذا ساعدنا. بقية كلها ماخذه خطوط على $50. والله احنا بينا قلت لكم 16 واحد ماخذه خطوط، فما فادنا نهائيا. بس هذا الولد الله يذكره بخير، ما اعرف ايش سوى، وصل ولا رجع، بس الاكيد 100% لان هو واصل، لان ذاك الوقت ماكو كان كلها توصل. اكو قسم من الوادم رجعت، هاي ترجع وادم تحاول محاولة واحدة ويعني تأيس. فلازم انت تعيش، لازم تحاول مرة ومرتين وثلاثة الا تقدر. وحبايبي احنا كنا نمشي بالغابة، وتقريبا اني والله لمدة يومين او 3 ما متواصل ويا اهلي، واهلي ما يعرفون عني شيء. لان اني صوت من عندي، لان طلعت وما قلت لهم يعني شلون يعني طلعت وما قلت لهم. يعني انا طلعت من بيلاروسيا على المانيا، يعني ما قلت لهم انا طالع بهذا اليوم، يعني مو بالعراق، انا بالعراق يدرون بي وهم ساعدوني، والفضل لهم، لان لو مو اهلي واخوتي ووالدتي ووالدي يعني ما اقدر اوصل ولا اقدر اسوي شيء. فانا من طلعت ما حاكيتهم، قلت لهم انا طالع. وهذا اكبر غلط سويته، لان خطيه ظل بالهم يمي ما يعرفون انا وين، لان كانت بوقتها اكو وادم هواي يعني توفت. هذا الولد الحارس من النجف، والثاني سيد احمد الله يرحمهم توفوا من البرد. فكانوا بالهم يمي، واي شيء بخصوص المانيا، دراسه، معيشه، الاسعار هنا بالمانيا تراسلوني، او كتبوا لي بهاي الجو بالتعليقات الحلقه تريدون اكتب عليها انزل عليها، كتبوا لي وانا ان شاء الله راح انزلكم حلقه. بين فتره وفتره انزل حلقات، وانا هلا ما انزل حلقات بسبب ان عندي شغل وعندي هواي امور جاي اسويها. تحياتي لكم حبايب، وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، واريد من عندكم تشتركون بالقناه، وهذا اليوزر مالتي الانستغرام تضيفوني، والتيك توك، وشاركوني الفيديو ولا تقصرون. تحياتي لكم. كملنا الحلقه، وهسه اراجع اتسوق واروح على السكن، راح اخذ من هذا الماركت اغراض وارجع. الجو صار بارد، والثلج راح يوقع الثلج هنا. تعرفون هنا اذا صار جو ثلج وادم ما تطلع هنا نهائيا، لا تطلع ولا يظل. بس يوم السبت اكو الشباب يروحون مثل هنا عندهم شيء امر طبيعي، يروحون على الديسكوات. فانا الحمد لله والشكر ما يعني اماكن مشبوهه شويه ابتعد عنها، لان انا جاي هنا كون مستقبلي. واكو هنا هواي وادم انحرفت، اكو وادم هواي مشت بغير طريق، ومشت بطريق المخدرات، بس الحمد لله والشكر الله غانينا عنها وما ادور هاي السوالف. وذاك الماركت راح نروح ناخذ منك اغراض وراجعين على السكن.